السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة طالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله يا أولاد النهاردة هنحل مع بعض الامتحان الخاص بالوحدة الرابعة من كتاب جيم الأضواء في مادة اللغة الإنجليزية ترم أول منهج جديد، صفحة 171 172 173 و174. فيا ريت قبل ما نبدأ الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت قبل ما نبدأ الناس كلها يا ريت ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. أول صفحة معانا يا أولاد student book corner، طبعًا اللي هو ركن الطالب. أول سؤال بيقول لي match the words، عاوزني أوصّل الكلمات اللي قدامنا دي بالمعاني بتاعتها. هنترجم الأول الكلمات. أول كلمة معايا كلمة adults يعني كبار السن، blow out طبعًا يعني ينفخ، brace نَفَس، noodles الشعرية، وguests اللي هم الضيوف. نشوف أول واحدة بيقول لي the air الهوا that comes اللي بيأتي out of your mouth من فمك، طبعًا ده اللي باسميه النَفَس، يبقى دي هتكون طبعًا رقم يبقى 3 هنوصّلها بA. رقم B بيقول لي a long thin piece يعني قطعة طويلة ونحيفة of food من الطعام made from flour بتصنع من الدقيق water المَيّة and eggs ومن البيض، طبعًا ده تعريف للشعرية اللي هي طبعًا باقول عليها الnoodles. Number C بيقول لي fully grown people يعني ناس كبيرة في السن not children مش أطفال، طبعًا دول اللي هم الadults اللي هم كبار السن، يبقى دي هتكون C. رقم D بيقول لي people you invite to your home ناس بتدعوهم لمنزلك، طبعًا الناس اللي بتدعوهم للمنزل اللي بيكونوا الضيوف اللي باقول عليهم طبعًا بالguests. آخر واحدة بيقول لي to send air إنك ترسل الهوا through your mouth عبر طبعًا فمك to stop a fire عشان توقف حريق or فلام أو لهب، طبعًا ده تعريف لكلمة blow out فهتكون طبعًا E. السؤال التاني put the words in order عاوزني أرتّب الجمل اللي عندي دي. طيب نشوف أول واحدة جايب لي question سؤال بادئ بكلمة are، هامشي طبعًا بالترتيب هييجي وراه فاعل يبقى are they هل هم، بعد كده فعل يبقى are they playing هل هم بيلعبوا إيه، طبعًا a game يعني لعبة. رقم 2 جملة بادئة بI am هامشي بالترتيب هييجي وراها فعل يبقى أقول إيه I am wearing أنا بارتدي إيه، طبعًا a new hat يعني قبعة جديدة. Number 3 جملة بادئة بmy هامشي بالترتيب برضه هييجي وراه فعل يبقى أقول my are لأ sorry my sisters إخواتي، طبعًا هنا هنكمل الفاعل الأول my sisters إخواتي البنات مالهم بقى are بيكونوا إيه، طبعًا cooking بيطبخوا طبعًا some food يعني بعض الطعام. Number 4 جملة بادئة بis هامشي بالترتيب هييجي وراها فاعل يبقى is your dad هل والدك إيه taking photos يعني بيلتقط الصور. Number 5 جملة بادئة هنا بليلى and منى هامشي بالترتيب يبقى ليلى and منى are helping بيساعدوا طبعًا your mom يعني بيساعدوا والدتك. بعد كده عندي السؤال رقم 3 سؤال complete the sentence عاوزني أكمل الجمل اللي عندي هنا باستخدام الكلمات ما بين الأقواس وطبعًا عاوزني أستخدمهم في الpresent continuous يعني في زمن المضارع المستمر. هنا بيقول لي ملك وfinish تنهي her project المشروع بتاعها on Egyptian celebration عن الاحتفالات المصرية this week هذا الأسبوع. طيب ملك مفرد والّا جمع؟ مفرد يبقى أحط قدامها is وكلمة finish أزود لها ing يبقى is finishing. Number 2 the students الطلبة hard for a music concert بيتدربوا بجد لحفلة الموسيقى. طيب الطلبة مفرد والّا جمع؟ جمع يبقى هاقول are وكلمة practice زود لها ing تبقى practicing. بعد كده عندي number 3 بيقول لي where وجايب لي كلمتين، جايب لي كلمة study مع your brother يعني بيقول له أين أخيك يدرس في أمريكا. طيب أخيك مفرد والّا جمع؟ مفرد يبقى أنا هاسأل بis. طيب وكلمة study أعمل فيها إيه؟ أزود لها ing تبقى studying. Number 4 بيقول لي we eat ناكل our lunch يعني بناكل الغدا at the moment في تلك اللحظة. طيب we مفرد والّا جمع؟ جمع يبقى we eat هتبقى احط لها ing يبقى we are eating. رقم 5 جايب لي question سؤال وهنا عندي كلمة watch يشاهد. طيب هنا عاوز إيه؟ عاوز فعل مساعد باسل and أمير يبقى أنا هاسأل بإيه؟ أكيد هاسأل بare لأن طبعًا عندي باسل وأمير جمع. يبقى are وwatch هنا هاحطها زي ما هي وازود لها ing يعني هل باسل وأمير بيتفرجوا على a funny movie يعني فيلم مرح. Number 6 بيقول I not play أنا ما بالعبش in the basketball match today ما بالعبش كرة سلة النهارده I have too much school work أنا عندي عمل كثير في المدرسة في البيت. طيب not play أنفيها إزاي؟ هاقوم قايل يبقى أنفي أحط am وبعد كده جنبها كلمة not وبعد كده play أزود لها ing يبقى I am not playing in the basketball match today. تعالوا بقى نقلب ونكمل حل الأسئلة. بعد كده عندي بقى الtest yourself الامتحان.
هنا طبعًا جايب لي نص استماع بيقول لي listen and circle. أول واحدة بيقول لي today it's my النهارده بيكون إيه birthday عيد ميلاد، طبعًا النهارده هو كاتبين في النص إن عيد ميلاد والدته يبقى هاقول mother's birthday. بعد كده عندي